يلا بينا يا شطار نحل نماذج ونفك الأسرار، مع كبير الرياضيات نبدع ونخلي الصعب في الأقدار. شدوا الهم يا أبطال، العالم نور ودايم في البال، نجحنا حلمنا وأكبر مثال نطير معه فوق كل خيال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه يا اولى اعدادي؟ تعالوا نحل نموذج او اكتر مش هيطلع منهم الامتحان بتاع شهر نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله هنحل وهنتكلم عن التفاصيل بتاعه كل فكرة من الاسئلة دي. يلا بسم الله نبدأ. واحد قال لي اختر الاجابة الصحيحة. مجموعة حل المعادلة 3 مضروبة في القوس x ناقص 2 بتساوي 0. عشان احلها لازم اضرب التلاتة جوه القوس، يبقى 3 في x ب3 x، 3 في سالب 2، 3 في 2 ب6، وموجب في سالب بسالب. الكلام ده كله بيساوي ايه؟ 0. احنا عارفين عشان احل معادلة لازم امشي الارقام واديها الناحية التانية، من حارة لحارة غير الاشارة، يبقى 3x هتساوي 6 بالموجب. طيب المضروب اقسم عليه، يبقى المضروب يروح مقسوم، يبقى الاكس هتساوي 6 على 3 هتساوي كام؟ 2، يبقى الاكس هتساوي 2. يبقى مجموعة الحل في كيو هي 2، الإجابة رقم ألف. طيب السؤال الثاني بيقول لي زاوية قياسها 50، فإن قياس الزاوية التي تتممها بتساوي كام؟ احنا عارفين ان الزاويتان المتتامتان قياسهم 90. طب انا عندي واحدة ب50، يبقى التانية كام؟ 90 ناقص 50 هتساوي 40. وخلينا برضو فاكرين ان في عندي حاجة تانية اسمها الزاويتان المتكاملتان. المتكاملتان قياسهم كام؟ 180. برافو. تعالوا نخش على مجموعة الأسئلة المقالية ونشوف الرسومات الهندسية الخطيرة. بيقول لي في الشكل المقابل ده اوجد قيمة اكس. تعال نجيب اكس، هعمل زوم نكبر عشان نشوف الشكل بطريقة أوضح. طيب بصوا كويس كده، الاكس موجودة هنا. طيب مش الاف دي اللي فوق دي بتوازي البي اتش اللي تحت؟ طب طالما في توازي، فاكرين خواص التوازي؟ التبادل اللي هي بتاعت حرف الزد، التناظر بتاعت حرف الاف، والزاويتين الداخلتان اللي مجموعهم 180 اللي على شكل حرف ايه؟ يو. طيب مش كده ده حرف يو؟ حلو. يبقى كده ال 130 مع الزاوية اللي تحت دي اللي هي الصغيرة اللي تحت دي مش مجموعهم 180؟ يبقى دي 130، يبقى اللي تحت كام؟ 50. برافو، عشان 180 ناقص 130 هتساوي 50. طب مش من خواص التوازي تاني حرف الزد؟ طب ما هو السي اي بتوازي البي اي اللي تحت، وادي حرف زد لذيذ اهو، ادي كده ده حرف زد. طيب الزاوية دي قائمة يعني ب90، يبقى الزاوية اللي هنا دي كلها بكام؟ ب90. طب ما الزاوية دي فيها اكس وفيها زاوية 50 وهم على بعض 90، يبقى الاكس بكام؟ ب40. طب اكتب الكلام ده ازاي برهان؟ بص معايا، بما ان الاف دي بتوازي البي اي، اذا قياس زاوية اف مع قياس زاوية اللي هي قلنا عليها ب50 اللي تحت دي اللي اسمها اي بي اف. اي بي اف هيساوي 180. يبقى قياس زاوية اي بي اف هتساوي 180 ناقص ال 130 هتساوي 50. الله اكبر، حلو، ادي اول واحدة. طيب مش قلنا ان السي اي بتوازي البي اي؟ هقول له بما ان السي اي بتوازي اللي تحت اللي هو البي اي. يا سلام. يبقى الزاوية اللي هنا دي اللي هي اي اللي هي ب90 هتساوي الزاوية بي الكبيرة كلها ب90. يبقى قياس زاوية اي هيساوي قياس زاوية بي الكبيرة اللي اسمها اي بي اي هيساوي 90. الخاصية دي اسمها ايه؟ هقول له كده تحت بالتبادل. يبقى اذا اكس زائد 50 هيساوي 90، يبقى الاكس هتساوي 40، وهذا هو المطلوب اثباته. احنا اختصرنا في اخر حته دي، اختصرنا فيها شويه عشان ايه؟ نبسط البرهان. تعال نشوف اللي بعده.
بيقول لي في الشكل اللذيذ اللي قدامك ده اوجد قياس زاوية ايه. اوجد قياس زاوية ايه. طيب تعال نشوف هنجيبها ازاي. مش ال120 مع الزاوية سي اللي جنبها دي بيعملوا زاوية مستقيمة اللي هي نص دايرة، يعني مجموعهم كام؟ 180. دي 120، يبقى اللي فاضل كام من 180؟ 60. برافو، يبقى الزاوية الداخلية بتاعت سي اللي هنا ب60. جميل. طيب أنا دي عندي ب130، وعندي الخط المستقيم اللي فوق بيوازي الخط المستقيم اللي تحت، يعني أدور على الخواص بتاعت التوازي. حرف الزد تبادل، حرف الاف تناظر، حرف اليو اللي احنا لسه قايلينه من شويه اللي هو مجموعهم 180. طب مش ده حرف يو؟ اهو اهو. يبقى الزاويه تاني الداخلتان مجموعهم 180، دي 130، يبقى اللي تحت بكام؟ ايوه ب50. طيب الزاويه بتاعت ال50 دي هي والزاويه بتاعت ام اللي من جوه، مش دي زاويتان متقابلتان بالراس ولا لا؟ ايوه متقابلتان بالراس. يبقى طالما دي ب50 يبقى اللي تحت بكام؟ ب50. وهلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. طيب دي 50 ودي 60، وده مثلث ام اي سي مثلث، والمثلث ب180، وعندك 50 وعندك 60، يبقى الدلتا بكام؟ قول. ايوه يبقى الدلتا ب70. الله اكبر علينا. نكتب الكلام ده برهان كيف 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 كيف. تعال نشوف هنكتب ده برهان كيف. ممكن ابدا ببتاعه التوازي او ابدا بالمثلث. انا هبدا بالتوازي في البرهان. من التوازي هقول له ان دي 130 يبقى دي ب50، يبقى بما ان التوازي الاي اف بتوازي الدي بي. جميل. اذا قياس زاويه اف اكس ام مع زاويه بي ام اكس على بعض هيساوي كام؟ 180. دي ودي مع بعض 180، يبقى زاوية بي ام اكس اللي تحت. يبقى اذا قياس زاوية بي ام اكس، هحط علامة الزاوية، هتساوي 180 ناقص 130، يبقى هتساوي كام؟ 50. يبقى دي بايه؟ 50. حلو. احنا قلنا اللي تحتها هتساويها بالتقابل بالرأس. هكتب قياس، اذا قياس زاوية AMC اللي هي من تحت AMC هيساوي قياس زاوية BMX، قياس زاوية BMX بالتقابل بالرأس. الله ينور. باجي اقول على 60 هقول له قياس زاوية ACM، قياس زاوية ACM هيساوي 180 ناقص 120 هيساوي 60. ليه؟ عشان الزاوية المستقيمة. الله ينور. يبقى كده قياس، يبقى هقول له كده في المثلث اللي اسمه MAC، ايوه اهو AMC، قياس زاوية ايه اللي انت عايزها يا معلم هتساوي 180 ناقص 60 ناقص 50 هتساوي 70، وهذا هو المطلوب اثباته. الله ينور. تعالوا نشوف باقي الاسئله. بيقول لي في الشكل المقابل اوجد قيمة اكس. طيب الزاوية اللي ب40 والزاوية اللي 2 اكس والزاوية 90 اللي في النص مش مع بعض دول بيكونوا زاوية مستقيمة، يعني مجموعهم كام؟ 180. يعني 2 اكس زائد 90 زائد 40 هتساوي 180. الله ينور. غير الارقام اللي جنب الاكس وديها الناحيه الثانيه، من حاله لحاله نغير ايه الاشاره. عاش. يبقى 2 اكس هتساوي 180 ناقص 90 ناقص 40 هتساوي كام؟ 180 ناقص 90 90 ناقص 40 هتساوي 50. يبقى الاكس المضروب يروح مقسوم اقسم عليه، يبقى هتساوي 50 على 2. 50 على 2 فيها الكام؟ 25. وده نموذج سريع شفنا فيه شوية أفكار. اتكلمنا عن التوازي، اتكلمنا عن الزاوية المستقيمة، الزاويتان المتتامتان المتكاملتان،
وشوفنا معادلة وحليناها. يلا ربنا وفاك، وما تنسناش بالدعاء واللايك والشير. أشوفكم على خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه يا اولى اعدادي؟ تعالوا نحل نموذج او اكتر مش هيطلع منهم الامتحان بتاع شهر نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله هنحل وهنتكلم عن التفاصيل بتاعه كل فكرة من الاسئلة دي. يلا بسم الله نبدأ. واحد قال لي اختر الاجابة الصحيحة. مجموعة حل المعادلة 3 مضروبة في القوس x ناقص 2 بتساوي 0. عشان احلها لازم اضرب التلاتة جوه القوس، يبقى 3 في x ب3x، 3 في سالب 2، 3 في 2 ب6، وموجب في سالب بسالب. الكلام ده كله بيساوي ايه؟ 0. احنا عارفين عشان احل معادلة لازم امشي الارقام واديها الناحية التانية، من حارة لحارة غير الاشارة، يبقى 3x هتساوي 6 بالموجب. طيب المضروب اقسم عليه، يبقى المضروب يروح مقسوم، يبقى الاكس هتساوي 6 على 3 هتساوي كام؟ 2. يبقى الاكس هتساوي 2. يبقى مجموعة الحل في كيو هي 2. الإجابة رقم ألف. طيب السؤال الثاني بيقول لي زاوية قياسها 50، فإن قياس الزاوية التي تتممها بتساوي كام؟ احنا عارفين ان الزاويتان المتتامتان قياسهم 90. طب انا عندي واحدة ب50، يبقى التانية كام؟ 90 ناقص 50 هتساوي 40. وخلينا برضو فاكرين ان في عندي حاجة تانية اسمها الزاويتان المتكاملتان. المتكاملتان قياسهم كام؟ 180. برافو. تعالوا نخش على مجموعة الأسئلة المقالية ونشوف الرسومات الهندسية الخطيرة. بيقول لي في الشكل المقابل ده اوجد قيمة اكس. تعال نجيب اكس، هعمل زوم نكبر عشان نشوف الشكل بطريقة أوضح. طيب بصوا كويس كده، الاكس موجودة هنا. طيب مش الاف دي اللي فوق دي بتوازي البي اتش اللي تحت؟ طب طالما في توازي، فاكرين خواص التوازي؟ التبادل اللي هي بتاعت حرف الزد، التناظر بتاعت حرف الاف، والزاويتين الداخلتان اللي مجموعهم 180 اللي على شكل حرف ايه؟ يو. طيب مش كده ده حرف يو؟ حلو. يبقى كده ال 130 مع الزاوية اللي تحت دي اللي هي الصغيرة اللي تحت دي مش مجموعهم 180؟ يبقى دي 130، يبقى اللي تحت كام؟ 50. برافو، عشان 180 ناقص 130 هتساوي 50. طب مش من خواص التوازي تاني حرف الزد؟ طب ما هو السي اي بتوازي البي اي اللي تحت، وادي حرف زد لذيذ اهو، ادي كده ده حرف زد. طيب الزاوية دي قائمة يعني ب90، يبقى الزاوية اللي هنا دي كلها بكام؟ ب90. طب ما الزاوية دي فيها اكس وفيها الزاوية 50 وهم على بعض 90، يبقى الاكس بكام؟ ب40. طب اكتب الكلام ده ازاي برهان؟ بص معايا، بما ان الاف دي بتوازي البي اي، اذا قياس زاوية اف مع قياس زاوية اللي هي اللي قلنا عليها ب50 اللي تحت دي اللي اسمها اي بي اف. اي بي اف هيساوي 180. يبقى قياس زاوية اي بي اف هتساوي 180 ناقص ال 130 هتساوي 50. الله اكبر، حلو، ادي اول واحدة. طيب مش قلنا ان السي اي بتوازي البي اي؟ هقول له بما ان السي اي بتوازي اللي تحت اللي هو البي اي. يا سلام. يبقى الزاوية اللي هنا دي اللي هي اي اللي هي ب90 هتساوي الزاوية بي الكبيرة كلها ب90. يبقى قياس زاوية اي هيساوي قياس زاوية بي الكبيرة اللي اسمها اي بي اي هيساوي 90. الخاصية دي اسمها ايه؟ هقول له كده تحت بالتبادل. يبقى اذا اكس زائد 50 هيساوي 90، يبقى الاكس هتساوي 40، وهذا هو المطلوب اثباته. احنا اختصرنا في اخر حته دي، اختصرنا فيها شويه عشان ايه؟ نبسط البرهان. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي في الشكل اللذيذ اللي قدامك ده اوجد قياس زاويه ايه. اوجد قياس زاويه ايه. طيب تعال نشوف هنجيبها ازاي. مش ال 120 مع الزاويه سي اللي جنبها دي
بيعملوا زاوية مستقيمة اللي هي نص دايرة، يعني مجموعهم كام؟ 180. دي 120، يبقى اللي فاضل كام من 180؟ 60. برافو، يبقى الزاوية الداخلية بتاعت سي اللي هنا ب60. جميل. طيب أنا دي عندي ب130، وعندي الخط المستقيم اللي فوق بيوازي الخط المستقيم اللي تحت، يعني أدور على الخواص بتاعت التوازي. حرف الزد تبادل، حرف الاف تناظر، حرف اليو اللي احنا لسه قايلينه من شويه اللي هو مجموعهم 180. طب مش ده حرف يو؟ اهو اهو. يبقى الزاويه تاني الداخلتان مجموعهم 180، دي 130، يبقى اللي تحت بكام؟ ايوه ب50. طيب الزاويه بتاعت ال50 دي هي والزاويه بتاعت ام اللي من جوه، مش دي زاويتان متقابلتان بالراس ولا لا؟ ايوه متقابلتان بالراس. يبقى طالما دي ب50 يبقى اللي تحت بكام؟ ب50. وهلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. طيب دي 50 ودي 60، وده مثلث ام اي سي مثلث، والمثلث ب180، وعندك 50 وعندك 60، يبقى الدلتا بكام؟ قول. ايوه يبقى الدلتا ب70. الله اكبر علينا. نكتب الكلام ده برهان. كيف 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 كيف؟ تعال نشوف هنكتب ده برهان كيف. ممكن ابدا ببتاعه التوازي او ابدا بالمثلث. انا هبدا بالتوازي في البرهان. من التوازي هقول له ان دي 130 يبقى دي ب50، يبقى بما ان التوازي الاي اف بتوازي الدي بي. جميل. اذا قياس زاويه اف اكس ام مع زاويه بي ام اكس على بعض هيساوي كام؟ 180. دي ودي مع بعض 180، يبقى زاوية بي ام اكس اللي تحت. يبقى اذا قياس زاوية بي ام اكس، هحط علامة الزاوية، هتساوي 180 ناقص 130، يبقى هتساوي كام؟ 50. يبقى دي بايه؟ 50. حلو. احنا قلنا اللي تحتها هتساويها بالتقابل بالرأس. هكتب قياس، اذا قياس زاوية AMC اللي هي من تحت AMC هيساوي قياس زاوية BMX، قياس زاوية BMX بالتقابل بالرأس. الله ينور. باجي اقول على 60 هقول له قياس زاوية ACM، قياس زاوية ACM هيساوي 180 ناقص 120 هيساوي 60. ليه؟ عشان الزاوية المستقيمة. الله ينور. يبقى كده قياس، يبقى هقول له كده في المثلث اللي اسمه MAC، ايوه اهو AMC، قياس زاوية ايه اللي انت عايزها يا معلم هتساوي 180 ناقص 60 ناقص 50 هتساوي 70، وهذا هو المطلوب اثباته. الله ينور. تعالوا نشوف باقي الأسئلة. بيقول لي في الشكل المقابل اوجد قيمة x. طيب الزاوية اللي ب40 والزاوية اللي 2x والزاوية 90 اللي في النص مش مع بعض دول بيكونوا زاوية مستقيمة، يعني مجموعهم كام؟ 180. يعني 2x زائد 90 زائد 40 هتساوي 180. الله ينور. غير الارقام اللي جنب الاكس وديها الناحيه الثانيه، منحرى لحاله نغير ايه الاشاره. عاش. يبقى 2x هتساوي 180 ناقص 90 ناقص 40 هتساوي كام؟ 180 ناقص 90 90 ناقص 40 هتساوي 50. يبقى الاكس المضروب يروح مقسوم اقسم عليه، يبقى هتساوي 50 على 2. 50 على 2 فيها الكام؟ 25. وده نموذج سريع شفنا فيه شوية أفكار. اتكلمنا عن التوازي، اتكلمنا عن الزاوية المستقيمة، الزاويتان المتتمتان المتكاملتان، وشفنا معادلة وحليناها. يلا ربنا وفاك، وما تنسناش بالدعاء واللايك والشير. أشوفكم على خير.